مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في خلال فيديو النهارده ان شاء الله انا هتكلم على البوست كريت سين بتاع فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا وهحلله كله من اوله لاخره، وبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. في البدايه في حاله ان انت مشفتش الفيلم فهتلاقي الفيلم اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت. طبعا البوست كريت سين هتلاقيه على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام، هتلاقي ان هو متسرب من السينما ومش موجود جوه الفيلم، وده يعتبر الوضع الطبيعي في كل الافلام. بس المهم دلوقتي بقى نخش في الموضوع الاساسي واللي هو البوست كريت سين بتاع فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا. ودلوقتي هنتكلم على اول بوست كريت سين، والملخص بتاع البوست كريت سين الاول ان انت عندك 3 نسخ لكانج. ال3 نسخ دول بيكونوا هم الراماتوت والنسخه بتاعت ايمورتوس والنسخه الثالثه بتاعت سكارلت سنتريون، وهتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل بعد شويه. المهم سكارلت سنتريون هو اللي بيروح يعرفهم ان النسخه بتاعت كانج ماتت، وهنا هو كلامه عن النسخه بتاعت كانج المنفيه في خلال فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا، ولكن مش النسخه بتاعت هي هو ريمينز. وبعد كده ايمورتوس بيقول ان هم كده كلهم جايين عشان ياخدوا كل اللي هم بنوه، فدلوقتي عليهم ان هم يستعدوا، وده بناء عليه هم استدعوا كل النسخ بتاعت كانج واللي هي ظهرت قدامنا في خلال البوست كريت سين. واحب اعرفك ان هو ملخص الكلام اللي هو قاله هو دوت فيلم افنجرز كانج داينستي، هي دي البدايه ببساطه. في حاله ان انت لسه مش عارف فكل النسخ اللي انت شفتها قدامك دي كلها هتكون هي الفيلن بتاع فيلم افنجرز كانج داينستي. كل النسخ دي كلها هتواجه الفريق بتاع الافنجرز بتاعنا، فمش هتبقى نسخه واحده ولكن هيبقى اكتر من نسخه. ودلوقتي انا لخصت البوست كريت سين، تعالى بقى نتكلم بتفاصيل اكتر. بالنسبه للنسخه بتاعت ايمورتوس فالنسخه دي هتكون هي النسخه القائده للمجلس بتاع كانج كله، واللي هو ظهر قدامنا في خلال البوست كريت سين. بالنسبه للنسخه الثانيه اللي هي النسخه بتاعت راماتوت فالنسخه دي اتاكدت ان هي تظهر في خلال مون نايت الموسم الثاني، وهنشوف ان هو كونشو هيقول لمون نايت ان هو ده راماتوت العدو بتاعي. ولكن زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت بتاعت الاخبار مون نايت مش هيواجه راماتوت في خلال الموسم الثاني، ولكن احنا هنشوف راماتوت وهيكون تمهيد للكانج داينستي. بمعنى تاني هو ممكن يظهر في خلال اخر حلقه او في خلال البوست كريت سين بتاع اخر حلقه كتمهيد للمواجهه اللي هتكون بين الاثنين. وعلى حسب الكوميكس فعندك راماتوت المفروض ان هو كان شخص رجع بالزمن وبقى فرعون مصري قديم، وطبعا عمل شويه مشاكل زمان وبعد كده خلى الفانتاستيك فور ان هم يعبدوه. اما بالنسبه للنسخه الثالثه بتاعت سكارلت سنتريون فصراحه لحد دلوقتي هو ليه اكتر من قصه، بس انا هديكوا اشهر اتنين. على حسب الكوميكس اللي انا قريتها فالمفروض ان سكارلت سنتريون كان ليه قصه ان هو كان راماتوت، ولكن بعد فتره هو قابل الشخصيه بتاعت دكتور دوم وعجبته البدله بتاعته، ودكتور دوم ساعتها ساعده ان هو يعمل بدله عامله زي بدلته، وبعد كده سكارلت سنتريون عمل البدله المحدثه بتاعته، ولكن على حسب الكوميكس البدله دي كان لونها احمر. والقصه الثانيه بتاعت سكارلت سنتريون ودي هتكلم عليها في الكوميكس بتاعت فيلم افنجرز كانج داينستي واللي هتنزل قريب جدا هنا على القناه، كانت بتتكلم على ان سكارلت سنتريون هو كان ابن نسخه لنسخ كانج. كانج كان مخلفه من امه، وبعد كده هو كان بيخليه ان هو يتدرب تبع الحرس بتوعه، وكان بيشرف على التدريب بتاعه عشان يكبره ويقدر ان هو يعتمد عليه في الحروب بتاعته زي ما بنقول كده، يكون سند ليه. لاحظت برضو جوه البوست كريت سين ان هو تقريبا في شبه عداوه بين راماتوت والنسخه بتاعت سكارلت سنتريون. لما سكارلت سنتريون قال لي مورتس ان هو فعلا النسخه بتاعتهم هي ماتت، النظره اللي هي كانت موجوده من راماتوت وسكارلت سنتريون تحسسك ان هو في مشكله بين الاثنين، وان هو قدام ممكن اي نسخه من دول تغدر بالنسخه الثانيه. ممكن راماتوت يغدر بالنسخه بتاعت ايمورتس وسكارلت سنتريون، او النسخه بتاعت سكارلت سنتريون هي اللي ممكن تغدر بالنسخه بتاعت راماتوت وايمورتس. وفي الكوميكس ايوه في حاجات زي كده حصلت، وده هتكلم عليه بعدين في خلال فيديوهات الكوميكس الثانيه. سمعت برضو تسريب تاني بعد نزول فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا بس ممكن يكون غلط، على ان النسخه بتاعت سكارلت سنتريون هتظهر في خلال فيلم دكتور سترينج 3. لاحظت برضو من نفس البوست كريت سين دوت ان هو تقريبا في تلميحات على دكتور دوم. اولا انت عندك البدله بتاعت سكارلت سنتريون، معنى ان هو سكارلت سنتريون قدامك معناه ان هو قابل دكتور دوم، وانت بالنسبه للام سي يو تاكد عندك ان هو فعلا في دكتور دوم في عالم 838 والتكنولوجيا بتاعته استخدمها ريد ريتشارد في خلال فيلم دكتور سترينج 2، فهو بالفعل هو موجود. وبرده في خلال نفس البوست كريت سين انت شفت النسخ بتاعت كانج وهي قاعده بتظهر، هي قاعده بتظهر بنفس الطريقه برده بتاعت بوابات ريد ريتشارد في خلال فيلم دكتور سترينج 2، واللي هي في الاساس بوابات دكتور دوم، وده على حسب كلام الناس اللي هي صنعت فيلم دكتور سترينج 2. فعندك البدله وعندك البوابات، كل ده بالنسبه لي بياكد لي ان دكتور دوم هو ممكن يكون الفيلن. لاحظت برده ان هي الصوره بتاعت كونسول كانج او المجلس بتاع كانج بتاعت الكوميكس هي بالظبط نفس المشهد اللي موجود قدامنا بنفس كمان الزاويه بتاعت التصوير. عندك كل النسخ بتاعت كانج قدامك، حتى كمان في نسخه منهم نسخه سكرول. بالنسبه لباقي النسخ اللي هي ظهرت قدامنا دي فاحنا ممكن نحللها تاني قدام في حاله ان هو في جوده احسن للفيديوهات بتاعت البوست كريت سين. لاحظ برده ان هي الاحداث اللي قاعده بتحصل دلوقتي قدامنا في خلال البوست كريت سين الاول هي بعد موت النسخه بتاعت هي هو ريمينز وبعد احداث مسلسل لوكي الموسم الاول. والمكان اللي هو كان موجود قدامنا دوت هو برده المفروض عامل زي القلعه بتاعت هي هو ريمينز، والمكان ده هو خارج
خارج حدود الزمان والمكان. نتكلم بقى دلوقتي على اهم نقطه واللي هي كانت موجوده في اخر فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا، واللي هي موت النسخه بتاعت كانج اللي هي متعاقبه. الصراحه النقطه دي متجاوبش عليها في خلال البوست كريت سين، لسه ما اتاكدش ان النسخه دي بالفعل هي ماتت، ففي فعلا فرصه ان هي النسخه دي ممكن تظهر تاني قدام، لان كل اللي انت شفته في نهايه فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا ان هي النسخه دي دخلت جوه المصدر بتاع الطاقه وبعد كده هي اختفت، ومصدر الطاقه ده هو نفس المكان اللي انت مان برضه دخل جواه. فبالنسبه لي مش حاسس ان النسخه دي ماتت، وبرضه ما اعتقدش ان شركه مارفل هتخليه ان هو يموت كده بسهوله. ممكن يكون في طريقه معينه تخليه ان هو يرجع تاني قدام، في اكتر من طريقه وطريقه عادي، بس هو لحد دلوقتي ممكن يكون مات وممكن يكون محبوس، فالاحتمالين دول لحد دلوقتي هم لسه معانا. ودلوقتي نتكلم على البوست كريت سين التاني. وملخص البوست كريت سين ان احنا شفنا النسخه بتاعت فيكتور تايملي وهو كان بيستعرض التكنولوجيا بتاعته للناس، وعلى حسب الكوميكس فالنسخه دي من كانج هي المفروض ان هي نسخه كانت موجوده في الزمن المستقبل، ولكن هو رجع للزمن لورا لحد سنه 1901، ومن اول السنه دي بدا ان هو يعمل اختراعات حديثه عشان يقدر ان هو يبهر الناس اللي هي موجوده في العصر دوت، ويكون هو اول مخترع للحاجات الحديثه دي اللي هو عملها. وبالنسبه للي احنا شفناه جوه البوست كريت سين ان هو اخترع آلة للزمن، واتكلم شويه عن الوقت على ان الوقت مهم، وبعد كده بيظهر قدامنا لوكي وموبيوس بيقول له هو ده الشخص الخطر اللي انت قلت لي عليه، كتلميح الحلقه الاخيره من مسلسل لوكي الموسم الاول لما هو قال له ان هو في شخص خطير وان هو متحكم في كل حاجه، ولوكي بعدها بيرد عليه بيقول له ايوه هو بالفعل مرعب. وتقريبا كده على حسب توقعي انا حاسس ان هو فيكتور تايملي تقريبا هو شافهم او على الاقل هو اتعرف عليهم، والمشهد ده المفروض ان احنا هنشوفه اكتر في خلال لوكي الموسم الثاني. المفروض ان احنا هنشوف النسخه بتاعت فيكتور تايملي مع نسخ ثانيه من كانج على حسب التسريبات بتاعت لوكي الموسم الثاني، واللي انا طبعا نزلتها هنا في القناه، لان على حسب كل التسريبات اللي نزلت فالممثل جوناثان ميجرز هو عمل مشاهد كتير جدا لنسخ مختلفه لكانج لمسلسل لوكي الموسم الثاني، وانت كده عندك فيكتور تايملي واحد منهم. وتاني نسخه المفروض عليها تسريبات دلوقتي واللي هي النسخه بتاعت هي هو ريمينز هنشوفه برضه هيرجع في خلال لوكي الموسم الثاني. وبالنسبه لي على حسب توقعي الشخصي تقريبا هنا هيكون في علاقه بين الشخصيه بتاعت فيكتور تايملي مع الشخصيه بتاعت هاورد ستارك، لان على حسب الكوميكس المفروض ان هو فيكتور تايملي بدا ان هو يظهر من اول 1901 وعمل اختراعات لحد 1920، وعلى حسب التسريبات بتاعت لوكي الموسم الثاني فالمشهد دوت من سنه 1920، واحداث فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر كانت 1942 واللي هي بدايه الفيلم واللي ظهر فيها هاورد ستارك. فممكن على حسب توقعي الشخصي ممكن يكون فيكتور تايملي هو قابل هاورد ستارك، او ممكن في خلال التايم لاين دوت هو ممكن يكون خلص عليه. بالنسبه لاخر نقطه كنت عايز اتكلم عليها واللي هي بتخص التقييم بتاع الفيلم، لان الحوار ده فعلا كبر اليومين اللي فاتوا. ومن الاخر كده يا جدعان الفيلم كويس بالنسبه لي، ده اللي انا قلته من وجهه نظري. انت ما تستناش ان الفيلم يكون عامل زي فيلم سبايدر مان نو واي هوم، ده فيلم في بدايه المرحله الخامسه. وغير كده الكلام اللي قلته في كل الفيديوهات اللي هو يا جدعان الفيلم ده اتصور قبل الاداره بتاعه ديزني ما تتغير، يا دوب بس الحاجه الوحيده اللي اتغيرت من جوه الفيلم هي نهايه الفيلم الوحيده هي اللي اتغيرت، لكن البوست كريت سين هو والاحداث هي. وده الكلام اللي قلته، عمرهم ما هيقدروا ان هم يغيروا الفيلم اللي صوروه عشان المشاكل بتاعه ديزني اللي هي حصلت من قريب. فبقول الكلام دوت تاني، ما تتوقعوش ان هو الفيلم كان هيكون اجمد ما يمكن. الفيلم فعلا كويس، تقديم الشخصيه بتاعه كانج فعلا كويس جدا. وبقول برضو ان هم مش لازم يحلبوا الشخصيه بتاعه كانج في خلال فيلم واحد، لازم يظهروا النسخه بتاعه كانج او النسخ بتاعه كانج في اعمال مختلفه. مش هيقول لك كل حاجه عن النسخ دي كلها في خلال فيلم واحد، لان بالعقل انت عندك مرحله كامله فيها افلام كتير جدا عرفناها ولسه هنعرفها، كل فيلم منهم هيتكلم عن نسخه لكانج. فملخص الكلام ده تاني للمره التانيه، الفيلم ده كويس جدا كجزء ثالث من افلام انت مان، ومن ناحيه برضو تقديم الشخصيه بتاعه كانج. وانا بالنسبه لي كواحد طبيعي بني ادم بفكر بدماغي اكيد مش هقارنه بفيلم عامل زي سبايدر مان نو واي هوم عشان كده اقول عليه ان هو فاشل. وبقول برضو تاني فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 اللي هينزل برضو قريب، الفيلم ده ما فيش حد يتوقع ان هو هيكون الجامد الفشيخ، لان برضو الفيلم ده اتصور قبل الاداره بتاعه ديزني ما تتغير، فالفيلم القصه بتاعته مش هتبقى احسن حاجه، والفيلم الفيجوال افكت بتاعه مش هيبقى اجمد حاجه، وغير كده طبيعيا زي الفيلم بتاع انت مان هيكمل الاجزاء اللي فاتت، فما تتوقعش برضو ان هو هيكون فيلم جامد عامل زي سبايدر مان نو واي هوم، ما تعليش سقف توقعاتك. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكريبشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.